أخرج عدنان ولينا ورفض استلام الأوسكار احتجاجا على حرب العراق. ماذا تعرف عن الياباني عبقري الإنمي هايو ميازاكي الذي رافقتنا أعماله منذ الطفولة؟ عدنان ولينا، وداعا ماركو، المخطوفة، وهايدي فتاة القلب، كلها أعمال ساهم هذا الرجل بإنتاجها بالرسم أحيانا وبالإخراج أحيانا أخرى. ولد ميازاكي عام 1941 وحصل على شهادة في العلوم السياسية عام 1963، وبدل عمله في السياسة ذهب إلى الإنتاج السينمائي بسبب ولعه بالرسم. بدأ عمله بالانضمام إلى استوديو توي أنيميشن الياباني سنة 1963. نشأته في ظروف الحرب العالمية الثانية جعلت منه عدوا لدودا للحرب، وسخر كل أعماله لزرع كرهها في قلوب الناس. الصمت والموسيقى الرائعة ميزت كل أعماله التي تكاد تفهم بكل اللغات. من أعماله المؤثرة الأميرة مونونوكي عام 1997، وهو الفيلم الذي حقق مبيعات قياسية وجعل من ميازاكي إحدى أكثر الشخصيات شهرة في العالم. صمم رسوم هايدي فتاة القلب 1974، وأخرج عام 1978 أول مسلسل تلفزيوني له تحت عنوان كونان فتى المستقبل، المعروف عربيا بعدنان ولينا. في عام 1979 قام بإخراج أول أفلامه قلعة كاجلسترو، وفي عام 1984 قام لأول مرة بالجمع بين الكتابة والرسم والإخراج في واحد من أهم أفلامه نواسيكا أميرة وادي الريح. شارك في تأسيس استوديو غيبلي عام 1985، ومن خلاله قام بصنع بقية أفلامه المصورة. حاز ميازاكي على جائزة الأوسكار عام 2003 عن فيلمه المخطوفة، لكنه رفض استلامها، وذلك كنوع من الاحتجاج على الغزو الأمريكي للعراق، فالجوائز جرى توزيعها على أرض الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة الغزو. Spirited Away. Hayao Miyazaki. وكما أن ميكي ماوس مثل رمزا لديزني، كذلك صنع ميازاكي رمزا لشركته اسمه توتورو. عام 2013 أعلن ميازاكي أن فيلمه الأخير مهب الريح سيكون بمثابة آخر أفلامه الطويلة. فاز بجائزة الأوسكار الفخرية عام 2014 وقبل استلامها هذه المرة. عدل عن قرار التقاعد فيما بعد، وهو الآن ما زال على رأس عمله مفضلا العمل بالورقة والقلم رغم التطور التكنولوجي الكبير. ميازاكي يفخر بأن بلاده لم تقم بأي حرب منذ بدئه إنتاج أعمال الرسوم المتحركة، وحتى اليوم يرشحه النقاد ليكون أفضل من ساهم في عالم الرسوم المتحركة حول العالم. فهل يستحق هذا اللقب؟